وهذه أبرز العناوين. مانشستر يونايتد وتشيلسي يرغبان في التعاقد مع أشرف حكيمي. مزراوي يرد على توخيل في الميدان ويؤكد أحقيته في الرسمية مع بايرن ميونخ. قال موقع إنجليزي أن النجم المغربي أشرف حكيمي في دائرة اهتمام كبير من الأندية الكبرى، خصوصا في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي. ووفقا لموقع فوتبول انسايدر الإنجليزي، فإن فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين مستعدان لضم المدافع البالغ من العمر 24 سنة، والذي كان أحد نجوم منتخب المغرب في مونديال قطر الأخير، والذي حصد فيه أسود الأطلس المركز الرابع. ووفقا للتقرير ذاته، فإن مان يونايتد في وضع أفضل من تشيلسي للتعاقد مع حكيمي هذا الصيف، رغم أن إدارة البلوز تفكر في التحرك بعقد أطول للنجم المغربي. وأنفق فريق تشيلسي أكثر من 6 مليون جنيه استرليني عبر نافذتي الانتقالات الأخيرتين تحت قيادة الملك الجديد. ومن المقرر أن يحد قانون اللاعب المالي النظيف بشكل كبير من إنفاقه هذا الصيف، ما لم يتمكنوا من بيع عدد من اللاعبين في المقابل. أعد مانشستر يونايتد ميزانية كبيرة للميركاتو الصيفي، وهم مستعدون لتقديم السعر المطلوب لسان جيرمان البالغ ما بين 50 و 60 مليون جنيه استرليني في سعيهم للحصول على ظهير أيمن جديد هذا الصيف. رد الدولي المغربي نصير مزراوي على مدربه توماس توخيل في الميدان بعدما قدم مستويات مميزة في المباراتين الأخيرتين أمام ماينز وهيرتا برلين ضمن الدوري الألماني. وسبق لمزراوي أن أبدى عدم رضاه على وضعيته مع فريقه منذ قدوم توخيل، بعدما ظل حبيس مقاعد البدلاء خلال المباريات السابقة قبل أن يحصل على فرصته بعد إصابة المدافع الكندي ألفونسو ديفيز في الدقائق الأولى من مواجهة ماينز، إذ دخل مزراوي مكانه وقدم مردودا مميزا رد به على مدربه. وقال مزراوي في تصريحات سابقة أن المدرب توماس توخيل أخبره بأنه لا يمكنه الاعتماد عليه كأساسي، لأنه لا يعرفه ولا يعرف إمكانيته، قبل أن يرد اللاعب على مدربه في الميدان بتقديم مستويات مميزة في المباراتين الأخيرتين. ومعلوم أن نصير مزراوي انتقل إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي، قادما إليه من أياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر بتوصية من المدرب جوليان الذي أقيل من منصبه.